اهلا اهلا استاذ محسن، اتفضل 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 اتفضل. اهلا اهلا وسهلا اهلا. اهلا بيك يا دكتور مجذوب. استاذ محسن، انا عايزك تبقى ريلاكس خالص وتقول لي ايه مشكلتك بالظبط. انا مرعوب من الايه؟ ال الجن؟ لا. الموت؟ لا. يبقى اكيد الضرايب. حتى دي لا. الله، امال حضرتك مرعوب من ايه بالظبط؟ انا مرعوب من القايمه. هي مين اللي قايمه؟ القايمه. ايوه ايوه انا فاهم. مين هي بقى اللي قامت وقفت على حيلها دي؟ مين؟ انا ما بتكلمش عن انسانه قايمه، انا بتكلم عن القايمه بتاعت الجواز. اه انت قصدك قايمة الجواز اللي بتتكتب على طول قبل ليلة الدخلة دي، والعريس زي لهبل بيمضي عليها من غير ما يقراها؟ ايوه، هي دي بالظبط. وانا بقى اللهبل اللي مضى من غير ما يقرا. وحضرتك بقى متجوز بقالك كام شهر؟ انا متجوز من 26 سنة. نعم، متجوز من 26 سنة وخايف من القايمة؟ انا مش خايف منها، انا مرعوب منها ومن اللي ممكن تعمله فيا. طب وهو انت يا استاذ محسن ايه اللي فكرك بيها اصلا بعد السنين دي كلها؟ حماية كان بيفطر عندنا في رمضان اللي فات، وهو دايما بيحب يكسر صيامه بالخشاف. وهو بياكل خشاف وبيرهرط على نفسه، عينه ضربت على السفرة، فشاف 5 اطباق خشاف، فبصلي كده وقال لي: هو فين طبق الخشاف السادس يا محسن؟ مراتي ما كانتش واخده بالها، بس اول ما سمعت ابوها اخدت بالها ووشها جاب الوان، هشي احمر وازرق واسود، وسالتني بصوت خشن قوي: فين طبق الخشاف السادس يا محسن؟ وانت قلت لهم ايه؟ قلت لهم ان انا اخدت طبق الخشاف السادس عندي في المكتب علشان لو اضطريت افطر هناك احط فيه خشاف واكل خشاف منه. وطبعا انت بتكذب. ايوه طبعا بكذب، بكذب لان طبق الخشاف السادس اتكسر مني. ايه؟ غصب عني والله. وانا فضلت مكتم ومش مبين لغايه الملعون حمايه ما اكتشف الموضوع ده ولفت انتباه مراتي. وطبعا انا خايف لحسن هي تسالني وتكتشف الحقيقه، وساعتها هيتهموني بان انا بددت محتويات القايمه، ومراتي هتطلقني وهخش السجن، وولادي هيتشردوا، ابني مدحت هيبقى بلطجي في البحيرة، وبنتي نورين هتبقى فود بلوجر في المنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هون عليك يا أستاذ محسن، هون عليك يا رجل. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا رب. طب طب انت ما حاولتش تشتري طقم خشاف زيه؟ حاولت، والله حاولت، بس للأسف المصنع اللي عمل الطقم ده قفل من سنة 2000، قفل وحطم معاه كل أحلامي بإن أنا أنجو من هذه الكارثة. ومن ساعتها، من ساعتها يا دكتور مجذوب أنا عايش في رعب من القايمة. بقوم وأنا مرعوب، وأنام وأنا مرعوب، وآكل وأنا مرعوب، وأشرب وأنا مرعوب، وأعمل نمبر 1 وأنا مرعوب. بص يا أستاذ محسن، خليني أكون صريح مع حضرتك جدا. أنت مصاب بما نطلق عليه أيمافوبيا. الأيمافوبيا ده مرض نفسي مصري أصيل، وحاليا بنحاول نصدره للخارج. يعني ايه يا دكتور؟ يعني خلاص مفيش حل؟ انا هفضل عايش بالايمافوبيا دي وكده طول عمري يعني؟ لا طبعا، في حل طبعا. الحقني بيه الله يخليك. انك تواجه رعبك، انك تواجه مراتك. يعني اقول لها الحقيقه؟ ايوه قول لها، بص في عينيها وقول لها بكل ثقه: ايوه يا حبيبتي، الطبق اتكسر بس حبي ليكي لسه سليم. يا دكتور، ده ده كلام كبير قوي. امال ايه؟
ما انت لازم تكبر الكلام عشان تصغر المشكلة. الله عليك يا دكتور مجذوب، بجد انت عبقري، عبقري قوي. بس بس يعني لو لو الكلام ده ما اقنعهاش وما رضيتش انها تسامحني، اعمل ايه؟ ولا يهمك يا باشا، ساعتها انت بقى هتبقى برنس في نفسك جدا، هتاخد بعضك وتسيب لها البيت وتروح على اقرب اسم شرطة وتسلم نفسك هناك من غير شوشرة او بهدلة. طب وولادي؟ ما تخافش عليهم يا محسن، انا اقسم لك بكل شرفي ان انا هبذل مجهود جبار علشان مدحت ما يكونش بلطجي في البحيرة، ونورين ما تكونش فود بلوجر في المنيا. انا هبذل كل ما املك علشان مدحت يكون بلطجي في المنيا، ونورين تكون فود بلوجر في البحيرة. الله يطمنك يا دكتور، الله يطمنك. خلاص، انا كده انا كده اتشجعت، وهروح وهواجه مراتي واقول لها ان انا كسرت طبق الخشاف السادس، واللي يحصل يحصل. ربنا يستر، ربنا يستر. السلام عليكم يا دكتور، السلام عليكم. وعليكم السلام، وعليكم السلام يا استاذ محسن. ما تقلقش يا استاذ محسن، ما تقلقش، انا في ظهرك. يا اخي ايه الرجاله دي؟ الرجاله حصل فيها ايه؟ ايه الرعب اللي هم عايشين فيه ده؟ في ايه يا عم؟ دي حياه مراتك. الو. ايوه روح قلبي. ايوه حبيبتي. لا معلش حبيبتي، كنت مشغول شويه. حاضر يا روح، حاضر. الطماطم هجيبها، الخيار هجيبه طبعا يا روح. بطيختين يا روح، مش بطيخه واحده. تحت امرك، تحت امرك يا روح قلبي. ح- حاضر يا روح، والله ما هتاخر. وهجيب الباقي. حاضر. لا لا، هجيب الباقي. ريالات كلها. حاضر يا روح، حاضر. حاضر. باي باي، باي باي يا روح قلبي، باي باي.